اللي بيعمل الرقابه على ربيعه اللي جاي من المناطق الدفاعيه، ضربه ركنيه يطلع تاني الدفاع. فوارق الطول للعيبه الفريق الانجولي جوه ال 18. هنشوف في العرضيات هيقدر يشتغل ازاي بقى ايفونا مع زمايله. يا ولد يا لعيب رمضان خطير شرير، جول جول جول. بقول لحضراتكم رمضان صبحي ملوش حل، لسه بتكلم عليه وعلى الموهبه بتاعته الكبيره اللي قلت لحضراتكم واحد من اللي بيقدموا سحر جديد للكوره مع الاهلاويه في اخر موسمين، وبقى هو الولد الشقي اللي يقدر يشتغل قدام ويخلصنا في كل المواقف الهجوميه. 1-0 بعد 10 دقائق. جول في البدايه يفرق كتير قوي، انما بص شوف الراجل لوحده يرقص الدنيا كلها، خد 2-3 مدافعين في حته متر في متر ورقصنا احنا كمان وسجل من على الخط. جول في منتهى الجمال والروعه. رمضان صبحي الولد الحكايه، بص اهي بسن الجزمه. يا سلام يا رمضان، ايه يا ابن الجمال ده. 1-0 هدف في ميعاده في توقيته يفرق تماما في مجريات الامور اللي قلت لعيبه النادي الاهلي اول 10 دقائق او ربع ساعه ازاي يخلصوا. ده الجول اللي سجله رمضان صبحي. بص شوف رمضان بيعمل ايه. يا سلام يا رمضان، احلى حاجه في الشوط الاولاني. سليمان في مساحه ضيقه، هنشوف هيخلصوها ازاي. لغالي تاني يرجع بيها لورا على حدود المنطقه، حلوه. وليد العرضيه لانطوي، جول 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 جول. انطوي يا سلام يا انطوي، هو ده الكلام. الدقيقه 83 فكوا كل الحكايات، فكوا كل الروايات. وليد سليمان وجون انطوي ثنائيه اهلاويه تخرجنا من حاله الاكتئاب الهجومي طوال احداث المباراه. 2-0 بعرضيه وليد سليمان لانطوي. قلت له العرضيه جول، ناقص ننزل نلعب معاهم. انما الاهلاويه النهارده في الشوط الثاني راحوا في مراحل متفرقه من الوقت، انما الكره بالكعب من بره. هنشوفها تاني من الاول. الكعب الاولاني ده اللي حكايه. بص شوف من الاول، بص شوف. يا سلام يا رمضان، ايه يا ابن الجمال ده. رمضان صبحي حكايه. بقول لحضراتكم غير شكل النادي الاهلي جماليا في السنتين الاخرى. رمضان صبحي اللي بيقدم سحر جديد للكوره سواء للاهلاويه او كل اللي بيتابعوه، وقلت هو المؤشر، هو الكيان في المناطق الاماميه.